ازيكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست قلم كوره من القلم على www واللوي وز. دي الحلقه الاولى يا جماعه من الموسم الثاني من بودكاست قلم كوره. وبما ان اليورو في الصيف مفيش حاجه اسمها اجازه صيف او هيبقى فيه الصراحه. افتحه لكم زي ما فتحته لكم في اول حلقه في السيزون الاول عشان نكمل. افضل ده احنا نفس اليوم انا غيرت التيشيرت. وانا لابس نفس التيشيرت عادي. بس على برضو للتوضيح مش عايزين ناخد اسبوعين كاملين اجازه فهناخد اسبوع واحد واحتمال ان احنا ما ناخدوش كمان. بس ما ينفعش نفوت كلام على اليورو فدي حلقه التجهيزات بتاعه اليورو. متحمس لليورو؟ يبقى لا مش قوي. انا متحمس له فشخ. مش عارف بصراحه انا مفصول عامه اوروبا بشكل عام فاللي هو مش عارف. لا سيبك من دي انا عارف افصلها. بس من انا اكتر يوروهات تحمست لها يورو 2004 اوبفيسلي عشان كان في البرتغال. وفي من ساعتها مش فاكر مين الابطال اصلا من كتر ما هي بطوله ملهاش معنى السنه دي وتحمس لها فشخ. طب سؤال سريع ايه اكتر بطولات دوليه بتحبها؟ انت بتحبها مش احلى بطولات دوليه؟ اليورو لان انا اصلا من يورو 2004 ده كاس عالم 2006 بعدين كل البطولات الدوليه لحد النهارده مش يعني كاس عالم طبعا فاكر مين ابطاله بس بجد مش فاكر يعني كلهم بطولات بالنسبه لي وحشه قوي 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 يعني. انا بالنسبه لي كاس الامم الافريقيه قمه المتعه. اما انا ما بحبش العبث. انت بحب العبث في الحياه ما بحبش في الكوره عكس العالم كله. يعني انا احب جدا 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 العبث والعبط والحاجات دي لما اشوفها في حياتي اليوميه. بس هقول لك حاجه او في المحتوى السياسي لكن في الكوره لا. عبث كاس الامم بالذات اللي بحبه فيه ان هو غير متوقع. انت مش عارف ايه اللي هيحصل. بحس اني بقى عايز استنطق عارف كده في اللي هو او كأني عايز اخد حتة حاجة حلوة تطلع مخلل. انا ممكن احب المخلل بس لو عايزه كان مش عايز مخلل دلوقتي فاهم. فما بحب. انا عكسك بالظبط بكره بطولة بكره قارة افريقيا كرويا بكل ما تتضمنه بقى. طيب امور اداريه نبدا بيها زي كل مره. لو انت مش عامل سبسكرايب للقناه لحد دلوقتي اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. والناس اللي اوريدي عامله سبسكرايب والناس اللي مش عامله سبسكرايب لايك شير كومنت. الناس اللي بتسمعنا تدينا تقييم 5 نجوم وتشير برضو الحلقة وتخش على يوتيوب تعمل لايك كومنت تعمل سبسكرايب. السوشيال ميديا بتوعنا هتلاقيهم موجودين تحت. تويتر بتاعي بتاع وزة لو حابين انتوا تعملوا لنا فولو اهلا وسهلا بيكم. وبس كفاية امور ادارية. حلقة النهاردة حلقة عن تجهيزات اليورو فقط ولكن مش هنعرف ان احنا نتكلم على فريق مش هنعرف ان احنا نتكلم على بقى احنا في موسم اجازاته بالظبط. غير كده وجوه اليورو هنتشقلب لكم. غير كده الصراحه ما بعرفش يعني ما بحبش اعمل توقعات قوي بكرهها بالظبط. فاحنا مش هنعمل توقعات ولكن اللي هنعمله ان احنا هنختار مواضيع وقصص من اليورو دي هنخلي عنا عليها هنكون عنا عليها وهي بتحصل. اولا انت موافق امبابي ولا لا ان دي بطوله اصعب من كاس العالم؟ مش عاجبني الرأي ده نهائي. انا معاه. انا هو ممكن يكون صح بس انا مش عاجبني العجرفة اللي في الجملة دي اللي هو حاسسها بتتاخد بان احنا عشان الاوروبيين اجمد ناس في كاس العالم فاحنا لما عملنا على بعض قفلنا بطولة واحدة على بعض رغم ان ده حقيقة يعني يبقى احنا البطولة بتاعتنا اجمد حاجة زي كاس العالم للأندية ايه النسخة الجديدة والشامبيونز ليج النسخة الجديدة. مش هعترف الصراحة. انا ايده ان انت كمان ساعات بتلاقي يعني مش هتكلم كاس العالم اللي فات ده عشان الناس هتدخل حاجات في حاجات بس في كؤوس عالم كتير. الكاس العالم لكوستاريكا طلعت منه بنالتيات ده. هولندا وصلت السيمي فاينل من غير ما تلعب كوره يعني هي ما لعبتش حد اصلا فجاه بقت في السيمي فاينل فاهم. اليورو صعب قوي ان ده يحصل. يعني اليورو في بطوله اللي كسبها البرتغال دي عشان انا فاكرها كويس قوي. كل لما حد يقابل فرقه جامده بيطلع بمعنى ان ايطاليا لعبت حد جامد طلعت بعد كده البرتغال لما لعبت حد كان في النهائي فدي كانت ممكن كده. البطوله اللي فاتت عد كام ماتش فيها صعب. كان في البرتغال وبلجيكا كان في ايطاليا وبلجيكا كان في الفاينل انجلترا وايطاليا. فرنسا طلعت من بدري عشان سويسرا بس عدد الماتشات هتلاقيها اكتر. ما بص هو ككواليتي كوره اكيد مفيش امتع من او
مفيش كواليتي اعلى من الكواليتي اللي بنشوفها في اليورو. بس في نفس الوقت يعني ملعون ابوكم كلكم دول بلعيبه بانديه اوروبيه كلها شايفه ان انتوا احسن مفهوم. من ما الناس انا على كلها، فكره بس فرقتي عندها حاجات تؤخذ عليها، وفرقتك وفرق بس الكوكب كله. بس يعني انا بحس ان خلاص لو هنتكلم على الكوره بموضوعيه، كمنافسه انا موافق مع مبابي، بالذات ان مبابي ماشي ما عندوش حته اصل انت شايل عشان خسرت الفاينل، ما انا كسبان اللي قبلها يا ما جماعه. بموضوعيه فهو ما يقدرش الناس تقول له كده، مع انها بتقول له كده، بس تمام يعني. ما هو بموضوعيه انا هتفق معاك، ولكن انا دلوقتي انا كشخص عامه اكتشفت ان الموضوعيه دي حاجه اتبعت لنا علشان احنا نسكت وما نتكلمش عن حاجات كتير قوي بشكل عام في الحياه. فاي فرصه اقدر ان انا ما بقاش موضوعي فيها بحاول ان انا اتكلم فيها، حتى في الكوره، لان الموضوع برضو مرتبط باحنا وهم، ابيض وبني. ما هو كاس العالم احنا وهمنا. احنا مالنا بكاس العالم. المهم نخش في الموضوع. اكتر الحاجات اللي قلنا عليها في اليورو ده، وهبدا انا ماشي. بما اني متابع للدوري الانجليزي، وبما اني مشجع لمانشستر يونايتد، ويعني اكتر محتوى اللي بعمله بيكون على الدوري الانجليزي، فهبدا بمنتخب انجلترا. وبصراحه في كذا حاجه عيني عليها. يعني مثلا انا ما اتفرجتش على الوديات قوي، فما شفتش اللينك اب اللي هيكون بين بيلينغهام وكين هيكون عامل ازاي. غير افكاره. مش عارف جاريث ساوثجيت هيعمل ايه في الموضوع ده، خصوصا الاثنين بيخشوا في البوزيشنز بتوع بعض قوي. يعني بيلينغهام بيزيد في النص يعمل يقلب فيها مهاجم، وهاري كين بينزل في النص. عملوها كويس مع بعض، بس كانوا بيعملوها كان ساعتها الوينجات ساكا، والناحيه التانية مش فاكر راشفورد ولا مين، بس حد كان مستريتش الملعب قوي. لا جريليش مش فاكر يعني. بس هم ليهم هيفرقوا في فكره الاثنين دول مع بعض لعبوا ازاي. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت اللي هي كانت من ساعه. ايوه ان انا رايي لازم بيلينغهام بالمر رايس فودن وساكا. يا عم هو دي انت رجعت لكم ساكا اهو تاني. ولكن هو اصلا مش دي اللي اكتر حاجه عيني عليها. انا اكتر حاجه عيني عليها هي الدفاع. لان اصلا لما تيجي تبص على الخطوط كلها في منتخب انجلترا، الخطوط كلها او مش كلها، خط نص الملعب متروس لعيبه كويسه، خط الهجوم متروس لعيبه عاليه قوي 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 كويسه جدا، اللي هو لدرجه ان انا قلقان من ساوث جيت، مش عارف هو هيختار مين بالظبط ولا هيعمل ايه بالظبط بالوفره الرهيبه من اللعيبه. ما يلعبش 4-2-3-1 بقى ويفكوا شغل لاعب جالاجر 8 والجو ده هتضرب في وشه. حاجه بقى الوحيده اللي قلقاني واللي هيبقى عيني عليها هو هيعمل ايه في الدفاع. ليه بقى؟ لان لما تيجي تبص على المدافعين اللي هو واخد لويس دانك 31 سنه من برايتون، واخد جو جوميز، واخد شو اللي ما لعبش تقريبا نص الموسم كله مع يونايتد، واخد كونسا، ستونز، جويهي لاعب كريستال بالاس، تريبير، ووكر. مفيش غير 3 لعيبه في الدفاع ده كله، ستونز، تريبير، ووكر. واخد لعيبه ما عندهاش خبره كتير. يعني جوميز لا يعتمد عليه مهما عنده اظن خبره بس خفيفه برضو مش قوي. دانك في حاجه؟ لا انا براجع حاجه وانت بتتكلم طبعا اللي احنا بنقوله. دانك مش هقول لك ما يعني برضو ما تقدرش تقول عليه ان هو عنده خبره، ماشي عنده 31 سنه وكل حاجه. العيال المدافعين الدولابيين بتوع الدوري الانجليزي دول انا ما بقتنعش بيهم تماما بره الدوري بتاعه. يعني انا عارف ان هو تمامه يطلع يجري بالتصوير البطيء مع المهاجم اللي بيجري بالتصوير البطيء كده. في دانك بالذات الفكره ان هو حتى على مستوى الانديه ما لعبش في اعلى ليفل. فانت دلوقتي ده انت واخده وبنسبه كبيره هتعتمد عليه. فاحنا بنتكلم بقى على مش اعلى ليفل انديه، احنا بنتكلم على اعلى ليفل كوره زي ما انا وانت قلنا في المنتخبات. فبرضو تقلق من دانك، تقلق من جوميز. كونسا ما عندوش اي خبره. يعني بالعكس الموسم ده جوميز المره الوحيده اللي في حياتي في الآخر اللي ما قلقش منه. لا النص التاني كله يا عم، النص اللي ارنولد اتصفي لو كان بيلعب فيه باك ليفت وباك رايت والحاجات دي. شايف ان جوميز يعمل له حل تكتيكي قوي، لان شيلول مش موجود صح. لا تشيلول ما ينفعش يتاخد. تشيلول سيء جدا. أيوة. على فكره على الرغم ان هو اتصاب او قعد الموسم كله مصاب، بس شو مع انجلترا بيتجنن بيبقى. انا شايف ان هو لازم يلعب بجوميز لو عايز يلعب بارنولد. ما عندوش سبيل تاني. ثانيه هخلص بس موضوع الدفاع. كونسا ما عندوش خبره، جويهي ما عندوش خبره. عندك السنتر باك الوحيد اللي تقدر تقول عنده خبره ويعتمد عليه هو ستونز. تريبير ووكر الاثنين لازم يكونوا مبدوئين، لازم الاثنين يبداوا.
ما ينفعش يعني يعني. وحش قوي تريبير هيوديهم انا في 60 عارف داهية. تريبير، ما انا عارف، بس في نفس الوقت ما ينفعش خط دفاعك يبقى في اللاين وكده، محتاج حد هيلعب at least. بوكر وستون سنتر باكيت عادي جدا، عادي جدا بلا طيب اي غضاضه. في حاجه تانية، ويلعب بارنولد باك رايت عادي جدا، وجوميز باك ليفت، هتمشي زي كوستاليتا. انا مش بالذات ان انت مقتنع. الوينج اللي ناحيه اسمه ايه ده، ارنولد ده ممكن يضم لجوه عادي طيب هو جدا. اصلا في حاجتين في الحته دي لو احنا بنتكلم على الدفاع. مبدئيا انا شايف ان الدفاع هش جدا، لان برضو لما تيجي تبص على المدافعين دول مع طريقه اللعب استغفر الله العظيم يا رب، اللي ساوث جيت عايز يلعب بيها، زي ما شفنا مثلا في ماتش البرازيل ان هو بيلعب بهاي لاين، مم. مش تنفع خالص. انت عندك واحد زي ارنولد لو لعبه باك رايت هيسيب مساحات وراه، كل الفرقه هتختار ان هي تلعب عليها. بس احنا شفنا ان هو بيجرب ارنولد في نص الملعب الماتش الوديه اللي فاتت ضد بوسنا، وكان كويس شكله جدا. هيعملها وكده، هيلعب ف- 4-2-3-1 رسمي نظم. فهنشوف هو هيعمل ايه. بس مثلا خط الدفاع بتاع انجلترا انا من وجهة نظري يفتقد لماجواير جدا، بعيد مش عشان بقى ماجواير مدافع جامد ولا إيه. بس عشان لما تيجي تبص على السنتر باكات اللي موجودين فعلا انت محتاج واحد برضو تقيل جنب ستونز. هو هيفقده لسبب واحد، ان ووكر لو كان باك رايت كان هيفرق معاكم كتير، بس ده رأيي يعني. انا ما بشجعهمش، ما تقولش معاكم. مع معاهم. المنتخب الدوري بتاعك. خلي بالك هو ممكن يعمل حاجه اصلا، ان هو ممكن يلعب كونسا باك رايت، لان هو انا عارف هو إيمري واخده بيعمل اصلا، كده انا برضو. اعتقد انه واخده عشان كده. بس هو ما عندوش اي باك ليفت هجومي، فهي بالنسبه لي ملهاش معنى. بس اظن الماتش اللي فات لعب تريبير باك ليفت ماتش بوسنا. هو يبقى ساعتها هيعمل نفس اللي قلناه ده، بس هيقلبه. اللي هو ساعتها هيلعب ووكر مدافع واقف بقى، ساعتها باك رايت، واي 2 سنتر باكات، وهيلعب تريبير شمال، وهيفكس ويلعب ارنولد في نص الملعب. لفه طويله. في حاجه كمان بقى بالنسبه لي شايف ان هي خطيره. ساوث جيت استبعد من القايمه بريثويت، اللعيب بتاع ايفرتون، لعيب صغير مقتنع بيه. ماشي ايا كان، بس هو عنده ميزه عن الناس دي كلها، ان هو اشول، والحاجات دي بتفرق جدا. ستون كاشوال. دان كايمن. متاكد ما اتاكدت بدور عليه في الموبايل وما طلعليش. اتاكدت. التاني اللي هو بتاع بيرن هو الاشول. بس بيرن ده بقى بالنسبه للمدافعين الدولابيين اللي انا بقولهم لك، هو ده الدولاب أيوة اللي بيشتروا منه كل حاجه. ده بقى الدولاب الاكبر بتاع الدراسه. ف ده على حسب برضو يعني بيفرق جدا. يعني لو هرجع لمانشستر يونايتد، لما تيجي تشوف الفريق بيلعب ازاي في وجود مارتينيز عن وجود اي لعيب سنتر باك تاني، او اي لعيب سنتر باك ايمن، لما ماجواير بيلعب في مكانه فعلا بيكون في اختلاف فعلا، ان هو بيديك بعد مختلف او مهاره مختلفه عن في البوزيشن ده اللي هو الليفت سنتر باك. فهو معوش ولا سنتر باك اشول. دي حاجه ممكن تفرق. انا مش عارف، انا الراجل ده انا لا اثق فيه، مش عارف هو هيعمل ايه في الدفاع. الاختيارات اللي عنده مش احسن حاجه. يعرف يطلع منها حاجه كويسه، يعرف يطلع منها حاجه كويسه. هل هيطلع منها حاجه كويسه؟ لا اثق فيه ان هو يطلع منها حاجه كويسه. غير ان هو واخد لعيبه مهاجمين كتير قوي. شايف ان هو كان يقدر ياخد حد تاني مدافع في نص الملعب، كان يقدر ياخد تاني معاه في القايمه اللي هتسافر، مدافع يكون اشول حتى لو مش هيلعبه. يعني كان ممكن ياخد بريثويت، ومثلا ما ياخدش ازي مثلا. ازي كويس جدا. حلول كتير قوي. جوردن مثلا كان ممكن ما ياخدوش، عامل موسم كويس جدا وكل حاجه، بس انت اصلا عندك كميه لعيبه في خط الهجوم مش طبيعيه. فانت ممكن انك عادي ما تاخدش واحد معاك عشان تاخد معاك واحد زياده يكون بيقدم لك حل، بس لو مختلف، لو حبيت ان انت تغير. اعتقد حوار المهاجمين الكتير دي ان هو رجع بص على ماتش ايطاليا اللي خسره، وان هو لو كان عنده على الدكه هذا الكم والصغر من اللعيبه المختلفه هجوميا، هي مش عدد، هي اختلاف، كان ممكن يكسبوا البطوله. وكانت تفصيله زي دي يعني انت اسمه قلت واحد زي ايزي كان يفرق مع الماتش البطوله اللي فاتت دي. انت لو فاكر ماتش ايطاليا الاخراني ده، هم اتزنقوا في حته ان هم عايزين يكسبوا، واللعب كله لازم يطلع من عند ساكا. الناحيه التانية كانش في حاجه بتحصل خلاص. ولما راشفورد ما يلعبش كويس ما عندوش حاجه تانية يعملها، هعمل ايه؟ وجود ايزي بقى، ووجود ما اعرفش مين، وحلول مختلفه، ولاعيبه بتلعب في كذا مركز زي فودن بالمر والناس دي، فتديله لما انت بتيجي تشيس النتيجه وعايز واحد من على البنش يغير لك النتيجه تماما. فاهم هو ليه لاخد لعيبه متنوعه كتير في الشق الهجومي؟ لان انت عايز تحافظ على النتيجه في بتاع، ممكن تغير من جوه الملعب. يعني انت ممكن ساعات تبدا تغير مكان ارنولد وتلعب 3 ورا من غير ما تغير لعيبه. يعني ممكن تضم ووكر تحط ارنولد هنا وتقول لبيلينجهام اسقط نص الملعب. فالفيرساتيليتي اللي عند اللعيبه الهجوميه كواجبات دفاعيه تقدر تخليه يستغنى شويه عن المدافعين، بالذات ان هو هيلعب بطريقه واحده وهيستعمل مدافعين زياده لو عايز يقفل الدنيا.
مش ده الاساس، فاهم الفكره؟ ماشي، بس انا حاسس ان مفيش بالانس بس في الفريق، فده اللي هيكون عيني عليه. هو كره المنتخبات هي- عاده ما فيهاش بالانس. يعني لما نيجي نتكلم على قصص ومواضيع تانية او منتخبات تانية هنكتشف فعلا اللي انت بتقوله ده صح، ان مفيش مفيش ولا منتخبات كتير منتخب عندها حتى بالانس في فعلا. البطوله التانية. يعني ماشي. البرازيل هتلاقي فيها ثغرات، ارجنتين، كل منتخبات اليورو عندهم مركز في لعيب ملط، مش لعيب عادي، مش لعيب مش كويس، خطر ملط. جدا في الدفاع. على فكره هتلاقي لما تمشي كده بمخك تلاقي ان كلهم عندهم مصيبه، بس كبر المصيبه أوكي. بيصغر ويكبر. اوكي، بس هنا بقى اللي بيفرق ايه؟ المدرب، وازاي هيحاول يغطي على المصيبه دي. وهو ده اللي تاني ارجع اقوله لك، ان انا ما بثقش في ساوث جيت. يعني هو لو واخد مدافعين، او مش هقول يعني، مش عايز الوم عليه ان هو مثلا اختار اختيارات غلط في المدافعين يعني، بس لو كان عنده مدافعين اقوى واصلب كنت هقول لك ماشي، مهما خيش كده كده عنده كواليتي مدافعين يعرفوا ان هم يتعاملوا. بس هو خط الدفاع فعلا هش قوي، مع نقص خبره، والخبره اللي موجوده فيه في اخر ايامهم. يعني خلينا نتفق، انت قلت تريبي وحش، وخلينا متفقين برضو ان ووكر ما لعبش كتير السنه دي. ووكر ولا ارض. المفروض ان ووكر مستواه بينزل، بس ما تفهمش يعني. بس ووكر المدافع الوحيد الصراحه حق ربنا مم. اللي ممكن تطلعه من البيت ينزل يلعب كانه بقاله 100 ماتش. ما السترويدز اللي بيضربها دي انا مش فاهم. انا يعني مش انا فاهم ما بصراحة. شفتش ووكر عمره بعد اي اصابه او بعد اي توقف او بعد اي ركنه مم. اثر. يعني انت لو فاكر السنه اللي فاتت ووكر ضد فيني دي، قبلها ووكر ما كانش بيلعب. فاكر. فلا الراجل تقدر تطلعه من التلاجة فريش وطازه وطعمه حلو هو عادي جدا. بس في نفس الوقت لو هو في التلاجة وطلع ومستواه، او المتوقع هو ان مستواه يكون اقل. ما انا بقارن فاهم باللي قصدي؟ شفته. ما انا أنا فاهم. ووكر مش هقدر اقول عليه كده، ممكن تقولها كده بقى ايه، شيلويل شو لي لا الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده. اقول لك بقى حاجة، انا شو متأكد ان هو لو لعب هيلعب كويس، مش عشان لعب اي اليورو حاجة. اللي فات كويس كمان. شو مع انجلترا بتجنن. لا وهو اصلا الخطه مظبوطه ان انت الوينج الشمال بتاعك ايا من كان مين بقى السنه دي هيبقى فودن غالبا، بيضم لجوه، مش عايز يلعب كده، فهيسيب الخط ده لشو بقى يقعد يترمل فيه زي ما هو عايز يعني. اما نشوف. فهنشوف يعني. انجلترا انا لا اتمنى اليوم الخير، انا ما بحبهمش خالص. حلو. خالص يعني. طيب ايه الموضوع اللي عينك عليه؟ ايه ولا اقول انا؟ عيني انا عليه دول. انت عينك على ايه في موضوع في اليورو عينك عليه؟ لا على المنتخبات عامه نفسي طبعا يعني الموضوع بس بترتيب الاولويات كده. نفسي البرتغال يكسبوا البطوله، حاسس ان هم يكسبوا، حاسس ان هم بعيد جدا. قلناها مش فاكر هنا ولا قلتها لك عامه، ان منتخب كلهم لعيبه رفاهيه مش لعيبه حقيقيه. هنا. يعني انت عندك كانسيلو ونيمينديز وبرناردو وبرونو وكده، كلهم رفاهيات مش اساسيات. حلو. ما عندكش اللعيب العتال. يعني انت اللعيبه العتاله مين؟ هتلاقي بايلينيا، روبن نيفيش، اللي انا اختار منهم واحد ما لعبش اتنين مع بعض يحصل جليتش ابن كلب. بس احنا لسه كنا الحلقه اللي فاتت بنتكلم على ان فيليكس وكانسيلو مصيبه سودا. انا ليه اتحمل كده؟ انا عارف ان الياو هيلعب اساسي، وده برضو في قدر من العلوية لا بأس به. برناردو لو لعب يمين افضل لان هو عنده ضمير فهيقفل لك نص الملعب. برونو لازم يلعب، بس لو سمحت يا برونو لما بنتشيس النتيجة بلاش بأم تعليق الكرة ده، يلعب كرة مع بقية الناس، بلاش ماتش المغرب اللي انت عملته ده. كريستيانو انا شايف ما ينفعش يبدأ. طيب ما ينفعش. ثانية واحدة بقى، لان هي دي اللي انا عيني عليها. مش هنختلف على حاجة، بس هو كده رونالدو لازم يبدأ. مش لازم. ليه؟ ثانية واحدة. رونالدو لغاية دلوقتي هو اكتر لعيب لعب في اليورو، عنده لعب 25 ماتش. رونالدو اكتر لعيب جايب اجوان في اليورو 14 جون. رونالدو اكتر لعيب متساوي عامل اسيستات في اليورو، جايب عامل 6 اسيستات. رونالدو اكتر لعيب سجل في نسخ مختلفة من اليورو 5. رونالدو السنة دي هو هداف الدوري السعودي 35 جون وعامل 11 اسيست. رونالدو السنة اللي فاتت 2023 مخلص السنة جايب 54 جون. فانت كده اتفقت اما اختلفت، فرونالدو هو ماكينة اهداف. تمام. ثانية واحدة، دي حاجة احنا متفقين عليها، ماكينة اهداف. انت لما يكون رونالدو عندك في الفرقة كده انت ضامن ان هو هيجيب لك جون. بس المشكلة في رونالدو دي اللي كانت المشكلة في مانشستر يونايتد، ان انت عشان تكون عندك رونالدو في حاجات كتير قوي هتضطر ان انت تتنازل عنها وتغيرها في السيستم علشان تعرف تخبي على
مش عايز اقول عيوب رونالدو لكن سن رونالدو، خلينا نقول كده، خلينا نمشيها ان هي سن رونالدو. فده اللي انا هيبقى عيني عليه، لان انا توقعي هو ان رونالدو هيلعب. والفكره في البرتغال حاجه، هو عامه دلوقتي الكوره بنشوف ان في فرق كتير جدا ومدربين كتير بيطلبوا من فرقهم ان هم يدافعوا من قدام، ان هم يضغطوا ويكونوا بيدافعوا من قدام. وانت علشان تضغط وتدافع من قدام محتاج ان يكون في ضغط سنك، ليكون كل المنظومة بتضغط بتناغم، يكون الأربعة اللي قدام وراهم نص الملعب والباكات الفول باكات كله بيضغط صح. ما ينفعش يكون في واحد منهم سرحان أو ما يضغطش أو ما يعملش وظيفته صح، لأن لو ده ما عملش وظيفته صح وباقي الفريق كله بيضغط والفريق التاني قدر يطلع بالكرة، خلاص انت ممكن الفريق كله يتضرب. رونالدو سنه دلوقتي ما يسمحلوش ان هو يضغط، والمشكلة مش في رونالدو بس، المشكلة ان انت عندك الفول باكات الاثنين، لو هيلعب بكانسيلو وهيلعب بنونو مندش على الله خالص. عندك لو بيلعب بلياو في قدر من العلوية زي ما انت قلت ارجع يدافع بالظبط. فانت في هيكون مشكلة كبيرة جدا 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 عند البرتغال دفاعيا، جزء كبير منها ان رونالدو موجود، فمش هيخلي مارتينيز قادر يدافع بالطريقة اللي هو عايزها اللي هي من قدام. رونالدو ممكن يضغط من قدام، هو مجتهد، بس في نفس الوقت هو كبير، مش بالظبط هو كبير، مش هيقعد يتشيس الكوره، يعني مش هيعمل زي اللي برونو بيعمله او اللي برناردو بيعمله مثلا. الاثنين دول بولدوجز في الملعب خصوصا في الضغط. بس ازاي بقى مارتينيز هيتاقلم مع الموضوع ده؟ هو ده اللي انا هيبقى عيني عليه، لان هجوميا انا بقول لك رونالدو هيلعب لان في لعيبه كرييتيف في كل حته في الملعب في البرتغال، فهو اصلا مش محتاج ان هو يكون بيلينك اب بيساعد في بناء اللعبه او اي حاجه. انت رونالدو مش عايزينه في كده. انا هقول لك بقى، رونالدو لو لعبته بنفس طريقه هالاند اللي هو انا هديك الكرة وانت هات جون، هيشتغل تمام وهيجيب لك الاجوان. بس لو اعتمدت عليه في الكوره وان هو يسقط ويعمل وي في الاغلب مش هيديك اللي انت عايزه. بلس موضوع الدفاع ان هو مش هيساعدك خالص الدفاع من قدام. فانا عايز اشوف مارتينيز هيعمل ايه في القصه دي كلها، لان بديل رونالدو مين؟ مهاجم. انا هقول لك بس فيليكس جوتا لا. نفس ما يوتا مش جاهز برضه. لا جاهز، جوتا لسه الماتش اللي هيبدا بيه على رونالدو وفيليكس. هقول لك ليه بالظبط. قول. انا شايف رونالدو لنفسه افيد، وباللي انت بتقوله ده هيفضل هداف ويجيب اجوان لو استعملناه في الثلث الاخراني من الماتش. حلو خلاص اللي هو ينزل اوف ذا بنش زي بالظبط بالميدلي السنه اللي هي كسبت فيها كاس عالم لما كانت بتستعمل ميروسلاف كلوز ازاي ما كانش اساسي. بعدين في اخر البطوله بقى اساسي. ليه؟ لان انت سيستم اللعب اتغير وقشطه بقت لازم يلعب حد بيفت بس عشان يوقف الباكات. بس كنقطه بدايه ما تعملش كده. كنقطه بدايه انا شايف تلعب بجوتا والياو على الشمال برناردو يمين، عشان في الحاله الدفاعيه انت بتعرفش تضغط عالي تعمل ميديم بلوك. هتلاقي برناردو يمين، البلاي ميكر هيروح شمال زي بالظبط خطه مدريد. برونو هيروح شمال، برناردو يمين، الاثنين لعيبه خط نص اللي هم الاثنين لعيبه الخط النص. كان بقى اخو نيفيش اسمه ايه التاني اسمه روبن نيفيش الجو ده فيتينيا في ايا كان بقى عندك لعيبه خط نص كتير اختار بينهم اتنين. جميل. خط الباكات بتاعك كده كده في باك من باكين الطرف هيوديك في داهيه. ممكن اسالك سؤال؟ فانت لازم حد ينزل له. ممكن اسالك سؤال على موضوع الباكات ده؟ دالو مش احسن باك في العالم ولا يتحط في توب 3 توب 5 مثلا، بس هو دالو هيلعب بقى. ما هو ده سؤالي، دالو بالانسد مقارنه بنونو مندش ومقارنه بكانسيلو. هل هو هيبدا فعلا؟ هيبدا على مين يعني؟ هو هيبدا يمين وكانسيلو شمال؟ اعتقد مندش مش هيلعب اصلا. ممكن، مع اني اظن كده هتكون بالانسد. اتمنى كانسيلو هو اللي ما يلعبش. بص لان السبب ان كانسيلو اللي لعب باك ليفت الناحيه دي خلاص بعتها خالص. الياو وكانسيلو الاثنين دي خلاص، واللي هينزل يدافع فيها هو برونو بيزهق. يعني برونو 1 2 الاولاني اتعمل فيه، ال1 2 الثاني اتعمل فيه، هيبدا بقى يسب ويلعن لزمايله، هيفكوا من اللعب. ما عندوش الهدوء بتاع برناردو ان هو يقعد ياخد الضغط مره في الثانيه في الثالثه. هو برونو فانت ما تقعدش ترمي اللود عليه كله وهو يتفشخ، فاهم؟ ما هو ده حاسس ان انا بدافع عنه كان واحد صاحبي، بس هو بيتضايق من الموضوع ده. هو لما بينزل عادي يعمل اي حاجه ما عندوش مشكله ان هو يعمل زياده. أيوة. لو اللي حواليه برضه بيعملوا ادوار، ما هو كانسيلو بقى هيقعد يتفرج الكره بتاعه وانت واقف يعمل له كده هو ما فدي بتاع مندز قدراتا اقل بالزبط. بس عنده ضمير. دي حقيقه. لكن انت الكره يعني انت تتخيل منظر مثلا بتلعب اي منتخب من اللي بيلعبوا 3-5-2 او 4-4-2 فمسترتش لك فرنسا خلاص او اسبانيا،
كرة اتنقلت لنيكو ويليامز، عدى دالوت لعب الكرة العرضية الناحية التانية، كانسيلو واقف بيرد على التليفون. ما هو يعني ارحمونا ليه هتبقى عاملة كده؟ انه في حد يطلع من عند الياو، الهجمة هتبتدي من عنده، الياو هيقوم فتح الشادوف معدي، هيقوم ناقل الكرة هتتلعب طويلة عند نيكو ويليامز، هيعدي الكرة هتلعب تاني، كانسيلو قاعد بيغسل سنين. بس في حاجة تانية برضه. ايه ده بقى؟ في حاجة تانية اللي تخلي القرار الأصح والأوقع هو ان نونو مندش يلعب على الشمال على كانسيلو. لياو بيحب يقطع لجوه كتير جدا، هيفضي المساحة لنونو مندش، لأن نونو مندش بيحب يفتح، ما انا عارف بيحب يفضل مستريتش الملعب. فده اللي يخليك اختيار احسن للفرقه كلها عامه ان هو يلعب على كانسيلو. هتيجي تقول لي طب ما كانسيلو احسن من دالو، مش هينفع تلعب بكانسيلو ونونو يا مندش. جماعه احسن من دالو في ايه؟ احسن من دالو هجوميا جميل، احنا عايزين نهجم. هل عندنا مشاكل في صناعه الفرص؟ هل عندك مشكله في ستريتش الملعب؟ هل عندك مشكله في انه ايه اللي بيقدمه لك كانسيلو؟ لو باك ليفت بيقدم لك الكره القطريه اللي هي بتبقى ثرو اكتر منها رفعه، جميل. هل انت عندكش حد محذوف على الشمال مش عارف يعملها لك؟ عندك بدل 100. هل انت الناحيه اليمين محتاجه يطلع يجري ويرفع؟ لا، الناحيه اليمين انت عايز واحد يضم لجوه وتلعبوا لعب صغيرات. وحتى لو قلت كريستيانو لعب، مش كريستيانو ما بقاش الشخص اللي تقعد ترفع له 7000 رفعه، هيجيبهم زي زمان بدنيا قل، بيجيب واحده. بالذات نحن شفناه في ماتش المغرب. انا ريفرنس بتاع ماتش المغرب ده ليه؟ لان ماتش المغرب ده انت قررت انا مش هلعب كوره، انا هحط شويه عواميد نور قدام وبرونو يقعد يعلي ويشقلب ويعمل، خلاص فبقيت تعقيم. فانت دلوقتي عايز تلعب كوره، العب كوره، ما عنديش مشكله 4-1-4-1 تقلب 4-4-2 يا عم اقنعت الياو يرجع يدافع، عملت كل الكلام ده جميل. بس انت ما ينفعش يبقى التشكيله فيها مثلا كانسيلو والياو وفيليكس ورونالدو ومش متوقع ان احنا هنتبهدل واحنا معناش الكوره. وما فيش فرقه في الكوكب حتى بتاعه برشلونه 2009 ما بتمسك الكوره 90 دقيقه. والبرتغال مش فرقه بوزيشن، فرقه دايركت بلاي. فانت عندك مصيبه. وانت انا اتفرجت علينا، بس كل مره بتفرج على البرتغال بيبقى في حد ناقص من السكواد في بتاع الدولي ده، التوقف الدولي ده، فعمري ما بشوفهم كاملين. واخر ماتش ودي نص الناس ما راحوش، بس شفت التشكيله، شفت جوتا، ففهمت ليه انا عايز جوتا. لا طبعا هو جوتا من اللعيبه كمان اللي بحبه فيه. بعيدا بص، جوتا لما تيجي تبص عليه عامه تحس انه لعيب قصير وصغير كده، بس بيفاجئك بقوته وبالجامب بتاعه. لا هو ذكي قوي. انا جاي اصلا كنت اقول لك كده، انا بس بتكلم على الحاجات اللي بتبهرني. اذكى لعيب في السكواد ده في مهارته. لعيب ذكي قوي، فوتبول اي كيو عنده عالي قوي. لا مش عادي يعني. وتاني انا بتفاجئ كل مره بالجامب. بينط عالي قوي وهو واد قصير وبقوته فعلا. ما هو مش الجامب مش علوه، هو الجامب توقيته ممكن، لان انت بتطلع على اعلى نقطه في مرحله معينه. في ناس بيعلى والكره بتوصل له وهو نازل، في الاخر الاتنين بقوا طول بعض. وباميكانو عنده الحركه دي دفاعيا. يعني مثلا روديجر بتحس ان الجامب بتاعه ابن كلب قوي ليه؟ ان هو بيعمل التوقيت ان هو بيبقى فوق كل الناس في اعلى مرحله بتاع. بس لو وقفت هتلاقيهم ان هم نطوا كده كلهم وصلوا نفس النقطه يعني. فالواد جوتا بيعرف يتايم نطته بطريقه. طب سؤال، لو رونالدو موجود شايف ايه اكتر طريقه او احسن طريقه منتخب البرتغال يدافعوا بيها؟ يلعبوا 4-4-2 من غير اي ترانزيشنز، والياو يسيب الشمال يخش مهاجم تاني، ملهاش حل. اوكي. لا والشمال ده ما يبقاش واحد في القلب وبيرحل، يبقى واحد واقف في الشمال. واضحه وصريحه. انا واقف جناح شمال زي ما ريال مدريد في ماتشات كده بيسيب فينيسيوس ورودريجو ما ترجعوش، ودي بيلينجهام على الشمال، ودي بيلينجهام شمال، وهودي فالفيردي يمين، ويلعبوا كوره. و4-4-2 دي تقعد تعمل كده وتقعد تتنقل كده مع اللعب. بس هل هو هيعمل كده؟ لا انسى. انت ضغط عليها فكره بكل التشكيلات. لا يعني جوتا ممكن يعمل لك الضغط الوهمي بتاع ايه؟ ان انت مش عايز تعمل بيلد اب مثلا من باستوني، عايز اللي يعمله اللي جنبه، فتقوم جاري على باستوني فيباصي للي جنبه، فاللي جنبه هو اللي يعمل بيلد اب بس. يعني لكن ان انت ضغط عشان تاخد الكوره او تبوظ الهجمه او تضطر الفرقه دي تلعب كوره طويله، لا انت بس مش عايز الكوره يعني لو بنلعب انجلترا هتقفل على ستونز وتسيب له الباك التاني بس. ده مش ضغط، ده تميلة لعب يعني. اوكي. حاجة تانية عيني عليها على منتخب ألمانيا دلوقتي. لما تيجي تسأل اي حد انت ايه اكتر حاجة عينك عليها او متحمس لها في البطولة دي ليها علاقة بمنتخب ألمانيا، اقول لك كروس، لاست دانس،
وراجع من الاعتزال الدولي وخلاص اخر بطوله ليه في مسيرته وكسبان تشامبيونز ليج ولازم بقى يكسب اليورو كمان علشان اعتزاله يبقى اعتزال الفشيخ الفاكن اللي زيدان بعرفش يعتزله. كلام كتير من ده، بس بصراحه مش ده اللي انا عيني عليه خالص، لان في حاجه اخطر ليها علاقه بمنتخب المانيا. ايه هي؟ دلوقتي منتخب المانيا هو المرشح من اقوى المرشحين يعني سيمي فاينالست كده كده في البطوله، توقع تمام ان هو سيمي فاينالست في البطوله دي. ليه؟ علشان هو بيلعب على ارضه فعنده الافضليه وسط جمهوره. موضوع توني كروز ده هيكون موتيفيشن ليه للمنتخب عامه، وحللهم مشكله وحللهم بالظبط. انا كنت لسه هقول لك كمعنوي حل مشكله لا قعدت تسمع في حته تانية ان انت كان عندك مشكله باك رايت حلتها لما دخلت كروز فوديت كيميتش باك رايت. كده كده مش هيلاعب فيني فمش هجرى له حاجه فحليت يعني حل باتنين وتألق اندريتش حللك بقى الحته دي. وانا بقول لك هو بيديهم دفعه معنويه ودفعه تكتيكيه في نفس الوقت. غير كده معاهم مدرب كويس، معاهم مدرب كويس ناجلزمان. فكل العوامل بتشير ان المانيا هتعمل بطوله كويسه يا عم. التوقع ده هيختلف من شخص لاخر فمالناش دعوه، لكن انا توقعي هو ان هم اتليست هيكونوا موجودين في السيمي فاينل. ولكن اليورو فيها لعنه، اللعنه دي هي لعنه المستضيف او لعنه صاحب الارض. لعنه المستضيف ولعن دايما في لعنه اللي كسب البطوله اللي فاتت. اللي كسب البطوله قبلها دايما بيطلع من الدور الاول. ممكن مش عارف قول لي انت دي لما اجي نخلص اللعنه دي وبعدين نشوف اللعنه دي. اللعنه بتاعت المستضيف ايه هي يا جماعه؟ دلوقتي في 16 بطوله او نسخه من اليورو اتلعبوا في 3 مرات بس، 3 نسخ بس اللي ببلد المستضيفه هي اللي كسبت البطوله دي. انا جاي لك فيها دلوقتي. مين الثلاثه؟ اسبانيا سنه 64، ايطاليا سنه 68، وفرنسا سنه 84. ولما تيجي تقول لي ده خرافات ومش خرافات وبتاع، تعال بص على الطرق اللي فيه مستضيفين خسروا بيها البطوله. ومعلش يا وزه اضطر ارجع اتكلم على البرتغال. انا الماتش ده ايدي خبطتها في المروحه. انا فاكر اليوم ده كنت في راس صدر. يعني بالنسبه لناس كتير كانوا صغيرين، انا كنت ناضج يعني. 2004 دي انا كنت في اولى جامعه. انا فاكر الماتش، فاكر فرصه اصلا جات لفيجو في اخر الماتش، جون وهو بينزل كده بيقع والكرة بتطلع على هيد فيجو، قام حاططها فوق العارضة وواقع. وهو كان اكتر لعيب، انا كان ساعتها اسم ابويا على الموبايل فيجو يعني، فكنت بحبه زي ابويا. فمش عارف اشتمه ومش عارف اقول ايه ومش عارف اقول ايه، ويونان مين واحنا مين وانتوا مين وهم فين وبعدين كسبان اسبانيا في المجموعات ومطلعهم الدور الاول، وكسبت روسيا بعد ما كنت خسران من اليونان. الادوار اللي بعد كده انجلترا خد على وشك، ما اعرفش مين خد على وشك بتاع، راح تخسر لي بالاخر يونان. ويونان برضو ولادل طلعوا لي فرنسا وطلعوا التشيك وكسبوا البرتغال واسبانيا في الدور الاول. فما اقدرش اقول ان هم كانوش يستحقوا، بس كانت حاجه يعني كانت في ايدين البرتغال. هو ملعوبه في البرتغال فريقهم كان متروس مش قوي. كان بدايه كريستيانو رونالدو، خد بالك انا دي بقى عشان شفتها لايف. اول البطوله لا ديكو ولا كريستيانو كانوا بادئين. كان بادئ تقريبا مش فاكر، مش متاكد، دي اللي مش متاكد منها، كان كونسيساو، والتاني متاكد منه كان روي كوست. بعد ما خسروا ماتش اليونان قرر ان هو يبدا بديكو اساسي وكريستيانو رونالدو. دي كانت اول بطوله ليه دوليه. وكريستيانو رونالدو في الماتش اللي بعده على طول روسيا جاب هيد من كورنر، وجاب هيد لما نزل من على الدكه في ماتش يونان على ما اتذكر، دي مش متاكد منها قوي. فالشكل ظبط بقى قدام كل لعيب عجوز لعيب صغير، لعيب عجوز لعيب صغير. فكان عندك فيجو وكريستيانو وكده كده العويل بوستيجا او باوليتا قدام، مش فارقه، جوز عول يعني. بقى روي كوستا بينزل لك من على الدكه فيعرف يجيب لك جون في زي اللي دخل في انجلترا. بقى في حاجات بتحصل اوف ذا بنش كده غير بقى في الاول، وان انت تنزل ديكو وبتاع. فدي اللي كانت التوليفه اللي ارتجلناها جوه البطوله. فده برضو اللي خلاني ان هو كان في مشكله عشان كده خسرنا مليونين. طب صلحناها، قمنا خسرنا مليونين تاني، طب معها يعني. ماشي، بس انت زعلان ليه؟ انت بعدها ب 12 سنه في 2016 فرنسا هي المستضيف، وفي النهائي مبدئيا انتوا اصلا طلعتوا من دور المجموعات، ما حدش فاهم انتوا طلعتوا من دور المجموعات. انتوا كسبتوا اي ماتش 90 دقيقه في البطوله دي؟ 3 ماتشات بس. البطوله دي حصل فيها حاجه، لما حد بيقول لي مفيش حد كسب فرقتين كبار في البطوله. لا مش فاكر الماتشات كلها كده. كل المجاميع كانت عبيطه خلاص. واللي اتاهل من مجموعه صعبه اول فرقه جامده لعبها قام طلع. بعد كده ايطاليا قعدت تلعب شويه طفش، اول ما لعبت فرقه جامده طلعت.
بعد كده فرنسا لعبت شويه طفش، لعبت حد جامد في السيمي فاينل كسبت، ولعبت البرتغال في الفاينل خسرت. البرتغال كانت اول فرقه جامده تلعبها كانت فرنسا فكسبت. ما هو الفكره احنا لعبنا ويلز وكرواتيا أيوة. وحاجات كده. بس الفكره في حاجه، الفكره لما تيجي تبص، عشان كده بنتكلم ان هي لعنه بجد، لما تيجي تبص الطريقه اللي البرتغال كسبت بيها فرنسا في الفاينل. سدد يا ايدير. انت عندك سيبك كده اصلا، انت رونالدو اتصاب في الدقيقه 25 تقريبا وطلع، هعيط اليوم ده. وعندك اللي يجيب الجون الفوز اكتر شخص غير متوقع، محدش يعرفه اصلا، كان بيلعب في لوكوموتيف موسكو ساعتها واختفى. هو اصلا محدش سمع اتاخد اول البطوله، ما كان مش فاكر كان مين اللي اتصاب، في حد اتصاب فروحوه خدوا ايدير مكانه. لا لو هتقول لي في لعنه ولا مفيش لعنه، هقول لك هو بالتاريخ بالارقام هو شكل فيه لعنه، واحنا حضرناها بنفسنا. انا ممكن كنت صغير مثلا في 2004 ما اتفرجتش على البطوله زي وزه، بس انا فاكر 2016 كده فاكر ان هي كويس جدا. يعني مستحيل كنت تقول لي ان البرتغال هي اللي كانت هتكسب البطوله دي. فرنسا كده كانوا هم اللي فعلا يستحقوا ان هم يكسبوا البطوله. جريزمان تصدق افتكرت حاجه، جريزمان ضيع نفس الهيد اللي ضيعه فيجو في ماتش اليونان بالملي. دي لعنه بجد بقى. الهيد اللي هو نط حطيتها فوق العارضه وواقع بالملي، انا فاكرها. في كوره كمان خبطت في العارضه على ما افتكر. طيب في حاجه بقى دلوقتي نرجع للنقطه الاولى، ان المانيا هي المستضيف. تمام. وارجع افكركم ان من 16 نسخه في 3 دول مستضيفين بس، مستضيفات هم اللي كسبوا البطوله، وفي 13 مستضيف ما كسبش البطوله. شايف ان اللعنه هتطارد المانيا ومش هيكسبوا البطوله، ولا هيقدروا ان هم يتفوقوا عليها؟ هم مش فيفورتس. طيب حلو، توقعك ليهم هيطلعوا من انهي دور؟ لا مش هقدر اقول لك دي لسبب واحد، ان طول ما في احسن توالت انا ما اعرفش طرق الناس رايحه فين بالذات. طيب بالذات هقول لك بقى، في مجموعه فيها كرواتيا وايطاليا واسبانيا صح؟ انا اللي تالت منهم ده هيحدد مصير البطوله كلها. طب انا هقول لك حاجه، انت مش هقول لك كتوقع ان الماتشات هتكون ماشيه ازاي، كنت اقول لك توقع ان شايف ان الفريق ده المفروض يكون موجود. ما انا ممكن يبقى في السيمي فاينل، بس تلاقي مثلا ايطاليا طلعت ثالث مجموعه وقامت ملعباه في اول دور. فاهم ماشي. وتلاقي مثلا قامت البراكتس كلها معوجه، فبقت المانيا في براكت في ايطاليا لما تطلع ثالث، بعد كده في البرتغال وفرنسا مثلا. اوكي فاهم الفكره ايه؟ فاهمك. فانت ممكن تقول ان هم زي ممكن يروحوا فار في البطوله جدا، بعدين تلاقي ان القرعه فاهم ما ظبطتش الدنيا. بس السكواد خلينا نتكلم فيه كخطط، في بالانس اكتر من انجلترا مثلا، لا والبرتغال لسه متكلمين عليهم. هنقول التشكيله بسرعه كده بتاع: جون نوير، باك يمين كيميتش، 2 سنتر باكات روديجر وشلوتر باك او هوملز، او هوملز ما اتاخدش، لا هوملز ما اتاخدش، او اي سنتر باك ايا ما غالبا هيكون شوتر باك. الباك ليفت راوم فهيطلع يهجم. النص الملعب اندريتش وكروس. على الشمال المفروض فيرتس فهيضم جوه، موزيالا تحت المهاجم فهيبقى كده، فهيبقوا عاملين البوكس ميدفيلد وراوم طاير على اليمين، سانيه طاير وفول كروج قدام. فالفرقه بالانس جدا وبالانس. انا بالنسبه لي في المنتخبات دي ان يبقى عندي فول كروج بس ما عنديش كين، بس في نفس الوقت الباك ليفت بتاعي مستريح والوينج ليفت بتاعي كبلاي ميكر مستريح، اهم بكتير من ان انا يكون عندي فودن وكين بس الباك ليفت بتاعي جوميز. فاهم الفكره ايه؟ او زي البرتغال يكون عندي برونو وكريستيانو مثلا والباك ليفت بتاعي كانسيلو. مفيش البالانس يعني. هتلاقي دايما الخطه معوجه، يعني انت في ناحيه بايعها قضيه في القضيه خالص دفاعيا، يا في ناحيه بايعها القضيه خالص هجوميا. لكن الاثنين دول هتعرض بسانيه وراوم وفيرتس وموزيالا بيعرفوا يلعبوا مع بعض حلوه قوي. وفول كروج هيبقى مسترتش لك البتاع ده فيفتح المساحه لموزيالا وفيرتس. كروس هيلعب ديب فهيخلي راوم يطير براحته. اندريتش مش هيبطل جري، فكل الناس دي هتستريح. تمام. طيب هنط على منتخب اسبانيا وهقول لك حاجه. نط عليه. هقول لك ايه اللي هيكون عيني عليه في منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا خط الهجوم بتاعه كلهم شباب، او معتمد هجوميا. ديلافوينتي معتمد هجوميا على شباب، وحتى المهاجمين اللي هو واخدهم، واخد موراتا ومش فاكر واخد مين تاني، بيعتبر داني اولمو مهم اوت اوف فورم. بس سيبك، لا داني هو بيعتمد على فرق. هقول لك فاكر لما الحلقه اللي فاتت لما قلت بقول لك كرواتيا عندهم حاجتين: يا بيلعب بمودريتش وراكيتيتش وجوفازيتش، يا بيقوم ساحب كوفازيتش ويلعب بروزوفيتش ما اعرفش ايه. هو الراجل ده عنده حاجتين بس فوق بقى. يا بيلعب باولمو مهاجم ويامال ونيكو ويليامز، ونص الملعب بقى رودري والشباب دي، يا بيقوم مسقط اولمو ده تحت
ويقوم حاطط موراتا او اي مهاجم صريح على حسب الخصم. بس هو انا بشوف ان هو لما بيلعب بداني اولمو وايا ما يكون اللي في نص الملعب اللي تحته ده بيعملوا البوكس ميدفيلد، بالذات ان الوينجين دول بيعرفوا يجيبوا جوان. انا شايف انه يعمل كده. بس هي الفكره في حاجه بقى، يعني انا اللي هيكون عيني عليه هو اللعيبه دي، لان هم عيال صغيره. يامال نيكو ويليامز عيال صغيره، والستيج ده كبير. صح. والمسؤوليه كبيره. وما حتى يا جماعه لو لعبوا وحش ما نقدرش ان احنا نلوم عليه قوي ان اسكو مش رايح. لا النجاسه مش كده. وهم متضايقين مش نجاسه مش كده اصلا فعلا. لان هو كان العشرة اللي هيحللوا كل الحوارات دي، ان اولمو ينزل جنبه وهو يطلع وعنده الخبره دي كلها، فدي مشكله. فبس ده انا هيكون عيني عليه في منتخب اسبانيا. بس واحنا بنتكلم على العيال الصغيره، انا بشكل عام هيكون عيني على العيال الصغيره اللي في البطوله دي. بس مش اي عيال صغيره، هيكون عيني على العيال اللي زي ما بيقولوا هوت، اللي دلوقتي في سوق الانتقالات الانديه بتتكلم عليهم، وخصوصا بقى العيال الصغيره اللي انديه كبيره بتتكلم عليهم واللي مطلوب فيهم اسعار مهوله. ده اللي انا هيكون عيني عليه في البطوله دي، لان البطوله دي العيال الصغيره دي لو لعبوا كويس فكده كده الاسعار دي ممكن اصلا تزيد. مين اصلا؟ مين زي انا مين؟ جاي انا هقول لك بفكر. ماشي. ممكن الاسعار دي تزيد، ولو خيشوا في البطوله دي فاسعارهم هتقع جدا وهيكشفوا الحمد لله. اتعشى ونايمه. المهم مين انت سالتني مين هم؟ انا هقول لك اسمين. تمام. في سلسله بودكاست ذا اثليتيك عاملينها اسمها ذا ريدار، الرادار. اوكي. هي سلسله 12 حلقه تقريبا، كل حلقه بيتكلموا على لعيب صغير. لعيب صغير، يا اما في كوبا امريكا يا اما في اليورو. كل العيون هتكون عليه. فانا هتكلم على لاعبين بالذات في اليورو. اول واحد هو سيسكو. بس منتخبه على الله ان شاء الله خالص. ما انا مش بتكلم على المنتخب، انا بتكلم على اللعيب دلوقتي. بالذات انه مركزه مش مركز اللي هو واحد يعرف ينفرد بنفسه، محتاج خدمات، والمدرب محتاج خدمات كتيره. بالذات ان هو مش بروفايل، مش زيركسي مثلا. يعني زيركسي محتاج خدمات قليله من اللي حواليه. سيسكو هيكون عيني عليه لان اسمه مرتبط بارسنال جدا. وفاكر انا وانت لما كنا اتكلمنا على الصفقات اللي ارسنال محتاجاها، في ترايفكتا كده، في 3-4 مهاجمين في السوق على تشيلسي، ارسنال، وينتو غالبا. انا مش مقتنع باي تقارير ليها علاقه بان يونايتد محتاجين مهاجم، لان هويلاند مش فاهمها برضه. اظن هم عايزين مهاجم تاني يكون احتياطي لهويلاند. تروح هاتهم الدوري الانجليزي، هات اي حد، بس ما يعني ما نطلعش اشاعات ان احنا عايزين ساسكو مثلا. يعني لما تيجي تفكر ليه يونايتد يحتاجوا ساسكو، ليه ارسنال يحتاجوا ساسكو، فانت هتلاقي ان لا، ارسنال محتاجينه حقيقي. لا، فاكر انا وانت لما اتكلمنا على اللعيبه اللي هم محتاجينهم ارسنال، قلنا لما يكون عندهم مهاجم رقم 9 هداف هيفيد الفريق، لان هو هيدي ارتيتا بعد مختلف يقدر ان هو يلعب بيه لو الماتش قفل، او لو حب يلعب بالطريقه دي من البدايه يكون عنده الحل ده على الدكه اللي مش موجود عنده دلوقتي. عشان كده اسم ارسنال مرتبط بيه بشكل كبير جدا. تمام. غير كده لما تيجي تفكر في سيسكو بالذات، يعني كانوا بيتكلموا ان هو الناس دلوقتي او الاعلام بيشبهه بهالاند وابراهيموفيتش. هو اي واحد طويل بقى بيشبهه بس هو 2 متر. هو 2 متر، هو فعلا كبير، بس اللي بيميزه رشاقته. يعني كان في فيديو طلع ليه، كان في كرة باسكتبول مزنوقه بين الرم وبين الباكبورد، طلع شاطها برجله. فهو عنده رشاقه، عامل زي ايزاك كده. الواد ايزاك طويل بس تحسه، ما هو بيكره المقارنه بهالاند، بس بيحب المقارنه بتاعت ابراهيموفيتش. اوكي. بس في حاجه، بص لو تيجي تبص على عدد الاهداف اللي هو جابها مثلا، عدد الاهداف اللي هو جابها في الموسم جاب 14 هدف، منهم 7 اهداف في اخر 7 وضيع 4 ضدنا. ما انا جاي اقول له نين صد من 4 الصراحه. انا جاي لك في الكلام. الرقم اللي هيتطلب في سيسكو هيكون رقم انفليتد كده خصوصا ان هو الفريق اللي طالبه فريق انجليزي، فدول بيضحك عليهم جدا. لا، والفريق اللي بيبيع دايما غناوه. لايبزيتش مش مضطر يبيع في اي لحظه بالظبط. فبس انت عندك سيسكو، هل هيجيب نفس عدد الاهداف اللي ارتيتا وجمهور ارسنال متوقعها ولا لا؟ هي دي النقطه. على حسب السيستم. سيسكو بيعرف يلعب في سيستم معين بس قوي. المشكله مش في كده. المشكله ان انت لما تيجي تبص على عدد الاهداف اللي هو جابها الموسم اللي فات مقارنه بالاكس جي بتاعه، عدد الاهداف المتوقعه اللي هو جابها، فهو هي اوفر بيرفورمد الاهداف المتوقعه بتاعته ب6 اهداف. وغير كده في لايبزيتش الراجل كان بيروتيت الهجوم لدرجه ان مفيش ولا مهاجم هيلحق يحفظ. يعني احنا فاكرين ان الاساسي كان اوبندا وسيسكو، وده غير صحيح.
كتير جدا كان بيبقى اولمو بيلعب مهاجم، وكتير جدا هو في الاخر ظبطها لما لعب شلاجر واسمه ايه الافريقي ده في النص. بس كتير جدا كان بيقوم ملاعب شلاجر وكان مش فاكر مين الافريقي اللي جنبه، والتالت اللي هو ده ابو شعر اصفر ده انا عماله كامبل وكان بيلعب بفوق باكزل فيتسل واولمو وسيسكو، او اكزل فيتسل واولمو واوبندا او كذا وكذا كذا. 4-2-2-2 دي وصل لها في ماتش مدريد وما بعده. يعني سبتو اوبندا وسيسكو دي بعد ما خلاص كانت خربت مالطا، كانوا هم طلعوا تشامبيونز ليج وعندهمش حاجه ينافسوا عليها، فالضغوطات مش هي. بس سيسكو كتير جدا كان بيلعب مهاجم وحيد، اوبندا كتير جدا كان بيلعب مهاجم وحيد، ساعات كان بيلعب وينج وبتاع. والنص الاول من الموسم فيرنر كان لسه هناك، كان لازم يتحشر. فكان في كده لفه اللي هو احنا مش عارفين هنعمل ايه بس خير ان شاء الله. فدي في ظل الظروف دي ان سيسكو يعمل الارقام دي حاجه تحيي عليها اكتر يعني. ما بس في حاجه من الاثنين ممكن تحصل بالنسبه لسيسكو. كرو تالنت، يعني انا هشبهه بهويلاند لسبب. كرو تالنت مهاره فعلا هو عنده كتير زي هويلاند، بس برضو زي هويلاند محتاج يخدم، محتاج خدمات كتير قوي عشان يعرف ان هويلاند الصراحه الفرق بس هويلاند مش قوي، يعني مش الناس قوي بتزعم ان او الناس بتفتكر ان هو قوي، بس في نوع التحامات معينه كده هويلاند دايما بيخسر. بس حتى لو مش قوي، بس دي اقول لك حاجه، لو مش قوي بيعوضها بان هو جريت، بان هو بيحارب. فاهم قصدي؟ بس في يعني هويلاند جزء من الصفقه وديزاين الخطه عليه ان انت تخبط فيه ترد تاني. هويلاند في الالتحامات الهوائيه تمام، في الالتحامات وانت جسمك مفروض تمام، بس في جزء اللي هي اسمها الجوكي، انت لما تيجي تجوكي على الكوره فجسمك بيبدا يوطي وتوطي السنتر اوف بالانس بتاعك لتحت. الحته دي مش كويس فيها هويلاند، يعني هويلاند لما بيجي يعمل الجوكي ده بيقع. ماشي، بس انت عندك فاهم الفكره؟ هويلاند برضو عنده 21 سنه. ففاهم لا فاهم. انا قصدي يعني اللي هو الجزء ده مثلا مش عند سيسكو لو 3 زقوه مفيش هيتحرك من مكانه. دي عشان كده انا هو فيزيكلي اقرب لاوزيمان وهالاند. اوكي. على الارض ممكن تقول اقرب من هويلاند لان الكره قريبه من رجله، ما عندوش بقى حته الطوال. يعني حتى اوزيمان لعيب كره كل حاجه، بس الكره مش لازقه في رجله. يعني هو صباعه على الار1 على طول. اوزيمان مش ما بيعرفش يلعب الكره صغيره. سيسكو عنده الكره صغيره، يعني عنده واحد يخش يديله سبعية ويرمي ثرو كده، بس على قد الموقف اللي هو محطوط فيه. بالظبط. انا قصدي في فكره ايزاك مثلا بيحب يبقى عنده مساحه، بس لو مساحه ضاقت لا ايوه، ما هي دي قصدي ان هو لو ضاقت هيعرف يتصرف. هي دي بتاعت سيسكو، ان سيسكو لو مساحه ضاقت هيعرف يتصرف. هولاند لو مساحه ضاقت بيتسوح، لو مفيش حد يسند عليه خلاص. اوزيمان بيتسوح فشخ بقى، مش بيتسوح عادي يعني. ده واحد هيبقى عيني عليه مثلا. تمام، علشان اسمه زي ما بنقول هوت جدا في سوق الانتقالات. واحد تاني بقى، وهي دي الفكره اكشلي، انا افتكرت محتاج ادور على حاجه. خواو نيفيس. انا بص يا جماعه، انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نتكلم. والله العظيم والله انا مش قصدي، وانا بجهز الحلقه دي مش قصدي ان اغلب الكلام يبقى على البرتغال. هي جت صدفه، ومش عشان وزه بيشجع البرتغال يبقى ان احنا انا اصلا من كتر انتوا جماعه مش متخيلين انا متحمس لليورو ده قد ايه، ومش متحمس للبرتغال قد ايه. يعني بجد حاسس ان انا داخل على احباط ابن كلب. that being said خواو نيفيش هيتاخد بذنب. لا مش خواو نيفيش. خواو نيفيش صح. هيتاخد سعره، هيتاخد بذنب الكذا واحد اللي ب 100 مليون اللي اتباعوا من بنفيكا. بس الواد ده يا جماعه هو برناردو بالظبط، بس ايمن الواد ده جامد بطريقه مش عادي. هو بس حجمه صغير بس قوي، في يعني مشكلة. حجمه صغير بزياده ان الكوره شكلها كبير قدامه يعني. حلو قوي موضوع تشبيه برناردو ده، لان مبدئيا هو الرقم المطلوب فيه 120 ده رقم مبالغ فيه، لان هو عيل صغير بقى له سنه واحده بس في الفيرست تيم كده. على فكره كل بنفيكا بتبقى كده. ما انا عارف. فرنانديز، انزو فرنانديز كان بقى له تقريبا سنه بس، قول ده عشان كسب افضل لاعب صغير. فيليكس لعب نص سنه، واتلتيكو مدريد اشتروه ب5 مليون، لعب نص انا سنه. بص الصفقه دي لغايه دلوقتي انا مش فاهمها اصلا. اتلتيكو مدريد ان هم يصرفوا رقم زي ده في لعيب ايا كان هو مين. كانوا باعوا جريزمان نفس السنه، فكانوا مصدقين نفسهم اللي هم قفشوا باكوات كتير شايفين بيهم ايه دول. الفكره في خواو نيفيش ان هو فعلا لعيب كويس جدا. يعني خواو نيفيش تقريبا معدل باساته في الدوري البرتغالي 80 باس كل 90 دقيقه. والرقم اللي ابهرني جدا هو ان معدل استرجاعه للكره كل 90 دقيقه 8.2 مش عادي. و8.2 ده خلي بالك ده اكتر معدل استرجاع للكره لاي لاعب في الدوري البرتغالي.
بس تيجي تبص عليه عيل صغنون جدا. بس زفلوط وقوي قوي. عارف جافي؟ فاكر جافي لما كان ينزل يتاكل بدماغه وعنده العرق الجافي ده شويه اللي هو جسمك مش قد جرأتك، بالظبط. هو عنده الحته دي يعني. بالظبط. بس تاني لما تيجي تبص على الرقم اللي مطلوب فيه رقم مبالغ فيه. لا رقم مبالغ فيه كده واسمه مرتبط بنادي عبيط اللي هو نادي مانشستر يونايتد، رغم ان انا مش عارف احنا عايزينه ليه، لان هو ما يلعبش هو 6. دبل بيفت كويس. مش ما هو هي المشكله هنا ايه؟ ان في مانشستر يونايتد هو 8 كويس جدا. بس انت المشكله ان انت لو هتلعب دبل بيفت انت كده كده ماينو موجود، هتلعب بماينو خونيفيش، يبقى ماينو يفضل تحت، ما ينفعش هتفقده بتاع. بس الجزء الهجومي عند نيفيش ماينو حتى دفاعيا بطيء قوي. اي لاعب يقدر يزق الكوره. ما انا بقول لك مشكله من مشاكل ماينو ان هو قوي بس هو بطيء. فانت لما تبقى حاطه في مساحه كبيره قوي ممكن اي لعيب يزق الكوره ويجري عادي خالص، فمش عارف ان هو يسترجعها. هو نيفيش ده يا جماعه هيبقى موت كره القدم بس اللي هيخلي عليه بريشر هو ال 120 اللي مطلوبه فيه دي. نادي بنفيكا ده عامل زي اخر العنقود كده، اللي هو تخش كل حاجه بنفس السعر. انت التوكه بسعر، الرف بسعر، الدرج بتاع. طب ممكن اقول لك حاجه؟ هو 120 مليون دي اسطمبه. هتطلب منهم جول كيبر ب 120 مليون، عايز مهاجم ب 120 مليون، نص ملعب اسمه ايه السنتر باك اللي هم هيبيعوه السنه دي ب 120 مليون. فهو اخر العنقود والله. الموضوع بنفيكا ما بيسعروش لعيبه، هو بيحطوا نفس برايس تاج، وانت بقى انت وشطارتك في التفاوض طلعت حمار شيل. ما انت بقى هنا بقى القلق على بنفيكا في ايه؟ او انا لو من اداره بنفيكا هبقى قلقان، لان الواد ده في اليورو لو تألق هياخدوا ال 120 دي صافي. في حاجه من الاثنين هتحصل، يا مش هيلعب اساسي يا هيتألق. مفيش التالتة ان هو يخيش. مش مفيش التالتة، انا شفته كتير. مفيش التالتة فعلا. عارف اللعيبة اللي هو ما ينفعش كده، هو ما ينفع، هو باين واضح. وبالذات ان هو مهاري بس كورته ما تعتمدش على المهارة. ماشي. هو مجهوده عالي بس كورته ما تعتمدش على المجهود. ماشي. فاهم فكرة ايه؟ فاهم. عنده حاجات كتير بس مش هي دي بس اللي عنده. ماشي. بيلعب 8 بس مش بيلعب 8 بس، يعرف يلعب. بيلعب 10 بس مش بيلعب 10 بس. بيعرف يلعب جناح شمال بس مش جناح يعني. هو عشان كده اكتر تشبيه قلته كان دقيق برناردو. هو عامل زي برناردو، انت هتحطه فاهم المراكز. هو عيبه حجمه بس قلبه قد حجمه مرتين يعني. حلو. ماشي. انا اراهن لك عليه الواد ده، اضمنه لك برقبتي الصراحه. حلو. يعني حلو. اي حد تاني في سكواد البرتغال ماليش دعوه بيه غير هو برناردو، اضمنه لك برقبتي. طيب ماشي. انا في موضوع اخير عندي، فانت لو عندك اي مواضيع تانية هخلي في حاجه سمك لبن تمر هندي في الاخر كده بس. لا انا عايز اقفل الموضوع بتاعي، فانت خلينا دلوقتي. طيب السمك لبن تمر هندي، المنتخبات اللي شكلها مش جامد بس هي تخوف. مين؟ هولندا. لو لعبوا 3-5-2 عشتهم اخر ماتش لعبوا 4-3-3 بفريمبونج وينج. وانا مش متفق قوي مع الموضوع ده. الفرقه دي لو لعبت 3-5-2 محدش عارف يوقفها. نقول بص مع بعض. ديليخت، فان دايك، اكي. يا سلام. عندك طرفين، اختار اي حد من اللي هقولهم لك دول. فريمبونج واسمه ايه ده؟ دامفريز. ودامفريز ممكن تلعب اصلا واحد منهم على الشمال عادي. كان على الشمال في حد، في بلند كمان. وكان في حد كمان في مخي في الباك ليفت مش فاكر مين. نص الملعب عندك تشافي سيمنز، عندك كوبي ماينرز، عندك ديرون، عندك فينالدم لو لسه هنتكلم عنه، وعندك اليوجوال سسبكتس. عندك عندهم فان ديفين. ايوه عندهم دي يونج وعندهم فان ديفين. عندهم بص كلام في كام لعيب في كام في المراكز كلها. عندك قدام ديباي، زيركسي، دي يونج، جاكبو. كل لعيب شكله ولون. دي حقيقة. الفرقه دي لعبت 3-5-2 محدش عارف يلمهم. فريق قوي قوي دفاعيا عامه حتى وهجوميا محدش عارف يلمهم والله. هو لسه عندهم كومن تقريبا. ولا كان فان خال؟ لا كومن. اه فدي فرقه تبص عليها. فرقه اسبانيا مع انه بيلعب عند غريمي بس انا متوقع بطوله كبيره قوي لفيرمين لوبيز قوي يعني. ده انا ناسي الواد لان هو هيلعب 10 وهيلعب 10 وتوقعي في الماتشات عشان هم في مجموعه ايطاليا وكده فهيلعبوا بالخطه بتاعت اولمو مهاجم دي اعتقد كتير. اولمو مهاجم مع فيرمين لوبيز 10 مع رودري بقى وايا كان مين اللي هيبقى جنبه. لا هتشوفوا كوره يعني. أوكي. اعتقد اللي جنبه يعني هيبقى سوبيميندي وكده او ميرينو او اي كلب يعني. ففيرمين مع اولمو مع الجناحين الطايرين دول، فده فرقه اعتقد اسبانيا دي هتبقى فرقه ممتعه للعين.
مش حاسس ان ايطاليا تبقى كويسه الصراحه. ايطاليا ممكن جالهم تفاجئنا. اصابات كتيره الفتره اللي فاتت، خصوصا دفاعيا. حبيبك سكالفيني سكالفيني جاله صليبي. قريت عليه لحد لما جبت الجول ده بالظبط. للأسف. مع ان على الورق عندهم فرقه جامده، عندهم دي ماركو باك ليفت، دي لورينزو ما بحبوش قوي الصراحه. باكين باستوني، وحط اي كلب، حط جاتي جنبه يا عم عادي. عندك باريلا في نص باريلا شكله مش الملعب جاهز بجد. طب ما كنت دي لسه مصيبة بقرا ثانية، موضوع دي مصيبة سودة. الموضوع ده. جورجينيو كده فاهم. فراتيزي السنه دي ما لعبش كتير خالص، هو جامد قوي مع المنتخب. كيزا عامل موسم يعني رائع في الوحاشه. ساكاماكا هو اللي كويس. عندهم مين اللي هيلعب يمين؟ بيراردي عامل موسم زي الخرا. هو مش بيراردي لسه في ساسولو؟ ما هيمشي ساسولو، خلاص، هو هبط خلاص اصلا. خلصت. ساسولو هبط السنه دي قال لهم خلاص بقى خلصت، سواء هبطوا قعدتوا بتاع انا مش مكمل يعني. طيب اخر موضوع هيبقى عيني عليه الصراحه، الموضوع اللي انت ما كنتش مقتنع ان احنا نتكلم فيه قوي الصراحه، بس عايز اشوف بس هيكون وقت البطوله في الاول، هل هيكون في مظاهر للتضامن مع القضيه الفلسطينيه ولا لا؟ ولو في مظاهر للتضامن للقضيه هيكون شكلها عامل ازاي؟ قمعها هيكون شكله عامل ازاي؟ لان خلي بالك يعني احنا شفنا ان المدرجات بيحصل فيها مناظر للتضامن بسواء رفع الاعلام او باي او بهتافات او ممكن يحصل بره المدرجات. ممكن نلاقي ناس في المدرجات لابسه كوفيه، ممكن نلاقي ناس بتقتحم الملعب بعلم فلسطين، ممكن نشوف ناس اللي هم كان اظن كاس العالم اللي فات او اللي قبله اللي هم بيجروا ويربطوا نفسهم في العارضه دول ويكونوا لابسين اي تيشيرت بيدافعوا عن اي قضيه عبيطه بيضه كده، من هو مش عارف بقى. في واحد عملها البتاع ولا للقضيه إيه؟ الفلسطينيه بس عشان كان ماتش ضد الكيان، كان اسكتلندا او الكيان، فعملها لهدف يعني. فانا بس هيكون عيني على هل هنشوف حاجات زي كده ولا لا. بس هو لحسن حظ اوروبا ولحسن حظ الاتحاد الاوروبي ان هم مفيش بلد انسب ان هم يعملوا فيها اليورو لمنع حاجه زي كده. خصوصا حاجة. انا عيني على الموضوع بس لان هو القضيه ما خلصتش، فاهم؟ ما خلصتش. في عايز حدث تحط عينك عليه وتشوف هيحصل حاجه ولا لا. نتنياهو رايح في نص 7 الكونجرس، هتلاقي شقلبه في الشوارع. الكونجرس الالماني؟ لا كونجرس الامريكي. ايه يا عم انا ماليش دعوه، احنا بنتكلم انا بكلمك بقى في احداث بجد. عايز ده اصل خد بالك برضو الناس المتظاهرين والبرو بالستينيز ما بيبقوش ماشيين كده في الشارع بتيجي في دماغهم فكره ويعملوها، بيبقى عندهم تنظيم معين. ده حدث هيبقى فيه حدث جلل بالنسبه يعني للمظاهرات وكده، زي ما كان مثلا قبل وقت كولومبيا ده احنا عارفين ان ده حدث جلل. انا بقول لك في اليورو مش هيحصل حاجه خالص، ازن صفر. اي ما انا ده اللي هيرجعني يعني فنان زي ماكليمور الضباط قالوا له وهو قال مدير اعمالي قال لي ما تغنيش الاغنيه دي. ولما قال لي السبيتش دي هتلاقيها على يوتيوب. ركز بقى في حاجه، ركز فرد الامن اللي واقف تحت رجله، هتلاقيه عمال يبص له. هو السبيتش ده كان فين اصلا؟ في برلين تقريبا، اللي هو فاهم في اوكي مش فاكر فين في المانيا، بس غالبا في برلين. كان بمناسبه ايه؟ انا مش عادي التور بتاعته. اوكي ماشي. فجت فتره وعمال يقول، عمل سبيتش كده طويله وقال لهم الناس ماي تيم تولد مي، قالوا لي ما تغنيش الاغنيه دي هنا. وانا قلت لهم ده احسن مكان يتغنى فيه، ده امريكا والمانيا وطبله ورق. ماشي. وهو اول ما قال كده بص بقى على فرد الامن اللي واقف تحت رجله عمال يبص له ازاي. يعني هو كان لولا ان ده ماكليمور ما كانش هيحله يعني. فما فيش حد هيعمل حاجه. انا رحت المانيا كتير، ما فيش مجال انك تتحايل على القانون. انا فاقول لك بقى ده موقف حصل لي. ماتش برشلونه ويوفنتوس فاينل تشامبيونز ليج. انا حضرت الماتش ده وكنت لابس سويت شيرت سودا مش مكتوب عليها حتى ريال مدريد، فيها اللوجو صغير كده وRMAC خلاص. ماشي عند المترو، ففي بعد الماتش العيال سكارة بقى، فواحد بيشجع برشلونة كان عايز يزقني عند المترو، فانا شفت نفسي كده ولسه بلف اتخانق. اقسم بالله ما لحقت اشوف شكل الواد. كان الضباط جم خدوه مشوا، انا ما شفتش شكله فاهم. وده في المترو، مش الضباط كانوا واقفين، هم طلعوا من اوضه خدوه اختفوا تاني. فما فيش مجال. في مظاهرات حصلت في المانيا طبعا، في مظاهرات بتحصل طبعا، أنا بس القمع فيها لا يضاهي اي حته في الكوكب. عشان كده بقول لك تاني الاتحاد الاوروبي محظوظ، ده رقم 1. رقم 2 هو لو هيحصل اي نوع من انواع التضامن فمش هيحصل غير في برلين.
عشان يعني بلد برلين اكتر فيها عرب بالظبط، ومسلمين مش فكره عرب بس، ولاجئين ان هي وكده. متروبوليتان عامه، فيها ناس كتيره من دول مختلفه كتيره ومن اعراق مختلفه كتيره، بس المدن التانية المان. ما بالظبط، ما بس برلين برضو هتاخد زخم وهتاخد ماتشات كتير غالبا الفاينل هناك وكل الكلام ده. لو حصل حاجه هتبقى حاجه متنظمه ووان تايم ثينج وهينشنوا امتى تحصل. ممكن ده لو ممكن اعتقد رهاني يعني مم. لو احط فلوسي على الموضوع ده مش هيحصل حاجه. اصلا بس انا ممكن اقول لك حاجه، احنا دلوقتي بنتكلم على الوضع كما هو الان، ولكن لو وسط البطوله الكيان عمل حاجه، هيعمل مش هيحصل. لا ممكن يحصل، الله اعلم. مش هيحصل ليه؟ عشان احنا لسه الدوري ما خلص عادي من كام يوم يعني، واحداث رفح دي حصلت محدش عمل حاجه. مش عامه فاينل تشامبيونز هنشوف. ليج اهو كان قدامنا، كان في لندن. مش في واحد نزل كان لابس حاجه لا ده كان عبيط، ده كان لابس اسمه واحد ستريمر. صح قال له لو صح نزلت صح هديك 300,000 باوند. ايوه صح. ده فاينل في لندن اللي هو المير بس بتاعها لندن مسلم وبيزعموا ان هي دي. بس لندن منعوا برضه الاعلام ومنعوا الحوارات دي كلها. دي لندن اللي هي هفق في ويمبلي يعني. يعني ده اللي هو يعتبر بالنسبه لالمانيا هفق، والناس بتعرف تتحايل على القانون فيها. حصلش حاجه ماشي. وكان في فرصه يحصل سهله جدا، فما ماشي. اعتقدش يعني. المهم طيب نقفل الحلقه بتوقعات، ولكن مش توقعات نتائج. تعالوا نتوقع جوائز. ماشي. فتوقعك لاحسن لعيب في البطوله هيكون مين؟ توقعي احسن لعيب في البطوله، اصل دايما بيطلع حد مش اقول لك حاجه غريبه. لا عادي قول لي توقع، مش لازم يبقى صح. اوه كبير هو ما لعبش الموسم ده اولموست، فهيبقى عايز جعان وصحته جايباه وجدد مع مدريد فمبسوط وعنده نشوه وكده. فلوكا مودريتش. طيب انا برضه بس هقول حاجه قبل ما نكمل. يا جماعه احنا التوقعات دي بنعملها فور فن عادي جدا يا عم، ولا حد عايز يلومنا، ده بيرفلكت دماغه هو. بالظبط اللي هو صباح الفل يعني. بعدين يا جماعه بس اكتر واحد اتهزقت عليه هو شخصيا اعترف انه عجز وعايز يروح الدوري السعودي. شبيحة دي بروين الفشختونه. وقت ما قلت لكم دي بروين ما بيلعبش ماتشات كبيره، هو شخصيا قال لك مش قادر العب ماتشات كبيره. عمري ما افهم واحد انه يحب الجمهور او النادي اكتر ما الشخص بيحب نفسه. يعني هو مستعد انه يروح اباف اند بياند لدي بروين، ودي بروين نفسه مش هيعمل كده لنفسه. يعني انا لو قلت في بق دي بروين انت السنه دي مش قد كده، هيقول لي فعلا يا وز مش مستاهله يعني. طيب انا هعمل توقع بيزك جدا. هقول مبابي هيكون احسن لعيب في البطوله. عامه تيجي جدا لان الواد برضه عنده نفس الدوافع. بالظبط اكتر خلاص بقى لسه رايح مدريد في تشابتر جديد في حياته طبعا. بينافس على البالون دور. تقدر تقول ان هو هرب من السجن اللي هو كان فيه في باريس. هو قالها. شفت المؤتمر الصحفي بتاعه؟ لا ما شفتش الحوار ده. اكتر مؤتمر صحفي جريء شفته من سنين. انا شفت تصريحات كده بس. لا معلش نرجع بقى. يعني انا فهمت دلوقتي بقى رساله لما هو ليه ناصر الخليفي هو ما قالش اسمه في رساله الوداع. والناس قالت بيلسن وبتاع. لا هو مش بيلسن عادي، هو بقى اول مؤتمر. صح شفت حتى لما قال لك ان اسمه ايه لويس انريكي واوكامبوس هم اللي انقذوه. الاسامي الناس كلها. مؤتمر اول بتاع فرنسا قال لهم بالظبط كده. قال لهم قبل ما تسألوا ادوني مساحة ان انا اتكلم. عايز اقول كام حاجة احتمال تكون هتجاوب كل اسئلة. اولا انا سعيد جدا بالخطوة اللي انا خدتها. سعيد جدا لبيريز وكل الناس اللي وقفوا في البتاع ده. هم اتعذبوا اكتر مني في الفترة اللي فاتت، ومبسوط ان بيريز كان واثق فيا الفترة اللي فاتت. حلو. That being said انا يا جماعة اتهددت وش كده. انا قال لهم انا اتهددت اول الموسم ده. الراجل قال لي مش هتشم ملعب تاني. از فور التجديد قالها برضو صريحه. قال انا كلمت بيريز وان رئيس البلد and قطر انا had to play the world cup there. يعني كانت لازم العب كاس العالم في قطر. بيلمح ان حتى الحكومه هناك ما كانش ينفع ما اقعدش بي اس جي. واشكر بيريز جدا انه تفهم هذا الموقف. انا كنت في سجن والحمد لله اخيرا خدت حريتي. 7 سنين في باريس اكتر من ما كنت متوقع. شابتر جديد في حياتي. قال رسالة كده برضو ضمنية اللي هو ما معناه ما تقلقوش من الاتيتيود بتاعي، انا في مكان عايز ابقى فيه. انا كنت لسه هقول لك انت عارف في المؤتمر الصحفي ده باين لي ايه عامه. سيبك من فكره بقى ان كان هو مش متمرد. هو الناس دي كانت بتبيض عليه فهو كان بيبيض عليهم. بس لا غير كده مش هو ده اللي انا فكرت فيه وانت بتقول القصه. اللي فكرت فيه ان الراجل ده فعلا
بيريز وقف في ظهره جامد، وان هو هيبقى عايز ان هو يشكره على دعمه وتفهم ليه. ان الموضوع اكبر من كوره، الموضوع فيه جزء سياسي لا باس به يعني. وخلي بالك من حاجه معلش، انت امبابي بالذات موقفه ده، بيريز ما كانش مجبر ان هو يكمل خالص. بيريز كان ممكن يسيبه. الحياه كملت من عادي وكسبنا كل حاجه. وعلى فكره بيريز لو ما كانش عارف ان هو هيجيب امبابي عاجلا كنا جبنا هاري كين السنه اللي فاتت وخلصنا. صحيح كناش هنكسب حاجه ساعتها عشان النحس ابن لا النحس. مسكين. بس قصدي ككونسبت، هو لو عارف ان خلاص امبابي ده مش هرجع له تاني، هو كان عنده فرصه يجيب اوزيمان ويجيب كين ويجيب اي شخص هو دماغه تجيبه، فاهم؟ ما هو كده برضو. خلينا نقول ان بيريز ما رجعش لامبابي عشان خاطر ينقذه من السجن اللي هو كان فيه. لا هو باتمان متفقين يعني. اللي هو باشا انت أيوة. انا فاهم الضغوط استحملها، وانا يا عم مبابي مش هبيع. بس بالنسبه لبقى امبابي اللي هو الراجل ده ما رضاش يبيعني، فانا هقتل نفسي عشان الراجل ده ومش هدفعه جنيه. على فكره هو في الصيف قال لهم حاجه من الاثنين، او والله هو يعني اللي هو يا جماعه انا ممكن اخلي النادي ده يدفع، هو ما عندوش مشكله، وممكن اخليه ما يدفعش يعني انتوا اللي عايزين ايه. فالراجل التاني الغشيم قال له طب لا هيدفع ولا هتلعب، قام لاعب والتاني ما دفعش. ايوه خلينا نقول برضو ان في المؤتمر الصحفي هو بيقول لك ان هو كان الاداره قالت ان مبابي ده ما يشمش الملعب، قال لك قال لي في وشي ايش هتلعب كرة تاني، ولويس انريكي انقذني. هو بيقول لويس انريكي انقذني. الواد فعلا كان في سجن. وعامة لويس انريكي ان هو بيقعد يطلعه بين الشوطين والجو ده فيها حتة فيها حتة كده برضو، بس اللي هو الواد نفسه ما لموش وهو عايز شكره يعني. قال في الاخر المؤتمر عايز اقول حاجة ان بمقاييس انا ده اوحش واقل موسم ليا، بس باللي كان بيحصل فيا وعدد الدقايق اللي لعبتها ده احسن موسم لعبته كوره في حياتي. انت عارف ان انا نظرتي لمبابي دلوقتي اختلفت تماما من طفل مدلل لفعلا واد كان مسجون وبيعند مع سجانه، يعني هو مش هيسيبه يرازيه على فكره ما ده لا كنت بقوله دايما اللي هو بيعمل مشكله في اوضه اللبس، بقول لهم شفتوه امتى يا جماعه؟ بيقول لي في بي اس جي. ايه اجواء بي اس جي؟ مش ميسي بعد ما مشي، بس عشان هو ميسي الناس ما بتقدرش تتكلم عليه. مش لما راح ميامي قال لك ان ايه اللي انا كنت فيه ده، وقال لك قالها وش كده انا رحت المكان ده عشان اجهز نفسي لكاس عالم، انا لا عايز اروح ولا بتاع والكلام ده. في هل اي شخص طلع من البيئه دي ممكن تقول غير نيمار ما شتمش فيهم بقى ده مشي، بس كل الناس بتطلع من البيئه دي تقول لك فيه يا عم، فيه يا عم اللي احنا كنا عايشين فيه ده يا عم، فاهم؟ حتى الاخصام بتاعهم ان انت عادي جدا ان انت كنادي تروح تعرض على فيراتي، ده مش كفر خالص، قصدي على برشلونه. مش منطقي ان انت عشان عملوا كده تروح تجيب نجم فرقتهم وكل ما يعوزوا لعيب تروح تجيبه منهم. انت ايه يا ابني؟ تكبر دماغك. في لعيب كبير قابلته في يوم من الايام ماشي اوكي. وكان اتفرج على بيحبه قوي اتفرج بيحبه قوي اتفرج على البودكاست بتاعنا، شاف كليب للبودكاست بتاعنا كنا بنتكلم على مبابي، فقعد يركي معايا شويه فانا قمت ساله قلت له وايه رايك في موضوع مبابي، وكان الفيديو ليه علاقه ان احنا كنا بنتكلم على مبابي في اوضه لبس ريال مدريد. فقلت له انت ايه رايك؟ مسك مبابي والله العظيم واحنا كنا في الجيم. انا اول مره اتكلم مع الراجل ده، وده راجل لعيب كوره انا بس عايز والله اودع حاجه والله يا جماعه، قصه حقيقيه ومش بحور. الراجل ده معايا في الجيم وراجل لعيب كوره ولعيب كبير، وحتى يعني راجل الناس بتعرف، هو نفسه عارف احنا بنتكلم عليه. لو شافنا بقى لو شافنا لو مش عايزه يشوفه ما تقطعوش. انا مش هقطع. انا اتخضيت بس من فكره ان انا في الجيم وعادي بتكلم بذوق باحترام، لقيته فتح على مبابي وامه فتح عليهم فتحه وبصوت عالي وانا مش مصدق نفسي اللي هو انا بس التاني ده بيرسونال فريند وكانوا بعض في التليفون، فاكيد قايل له دي فايزه قالت لي والواد ابن البتاع يقعد يشتموا اتنين بالعربي بقى، والتاني عارف عايز يعمل لك انا ابن مصر ومدقدق فيقعد يشتم بالمصري وكده. بس يعني عادي مفهوم ان انت ممكن تطبل لصاحبك يعني. تمام بالظبط. بس يعني انا نظرتي لمبابي بعد اللي شفته فعلا، ولما تبص باثر راجع اللي كان هو بيمر بيه، فاتليست يستاهل فرصه تانية يعني. وربنا يدينا طول العمر يعني. the benefit of the doubt زي ما بيقولوا. انا بس اخر حاجه في الحلقه انا خايف منها، مرعوب منها لسه انا مرعوب قوي من الاشاعات اللي بتطلع على رودريجو. ما اتمنى انها تبقى حقيقيه. لا بس اظن ان هي طلعت بس لمجرد كلامه على طلع امبارح تاني اشاعات تانية. لا اشك اشاعه كده عامله زي اسمه ايه حموده ده، عادل حموده مع عادل حدوته اللي هو الراجل الزمان فاكر كان بيقعد يقول لك
وما اعرفش أظن مين كلم حاسس. جمال مبارك قال له ضيعت ابونا ويقوم باسم يوسف يقول له انت كنت قاعد معاه في سماعه التليفون ولا ايه. فكانت في واحد في بتاع اتقال يعني ان جوارديولا كلم رودريجو من برايفت نمبر اللي هو انتوا كده ده بدات كده وقال له ان انا عايزك بص بصراحه لعيب وبوش فورت ومش بوش فورت والجو ده. بص انا مش عارف ليه حد اصلا يسيب ريال مدريد خصوصا لو هو لعيب اساسي. دي أنا مش لوحدها هفهم. دي لوحدها اغبى وبالذات قرار ان في رودريجو العالم. عمره ما عايز يبقى نجم يعني الحاجة عفيفي دي التانية بالنسبه لي من احلى التحليلات النفسيه لاي لعيب. قال لك انتوا يا جماعه شايفين ان رودريجو خايف، رودريجو بيعيش احلى لحظات حياته. طبعا انا فشيخ والناس بتقدرني والمدرب بيحبني اكتر من اي حد وما عليهاش سبوت لايت. معلوش لو pressure. خيشت ما حدش بيقول لي انت خيشت ليه. لو عملت كويس الناس بتديني الكريدت بتاعي. صديقي وماي بيست فريند هو اللي واخد كل النجوميه وهو قادر يتحملها. ايه احلى من كده؟ ده بالظبط. فاصلا اختيار لعيب زي رودريجو ان هو يمشي من ريال مدريد ده يبقى اختيار غبي. لا. اختيار بقى ان هو يروح بالذات مانشستر سيتي مع جوارديولا ده مش اختيار غبي عادي، ده اختيار غبي جدا. ممكن الراجل يتغير ويديله حريه بقى. تعتقد؟ اشك. رودريجو قوي قوي لدرجه ان هو ممكن يجبرك تديله حريه. لعيب فز والله العظيم. رودريجو ده لعيب فز. لا بيب لا يا عم كان بيدي اللعيبه اقل فزازان منه. مش دلوقتي حرية. دلوقتي بيب وصل لمرحله روبوتيه. ايوه ما هو على فكره ماكينية. اعتقادي ان هو شخصيا زهق. توصل. لا مش زهق. توصل ان روبوتيه اداؤه دي هي سبب ان هو ما بقاش بنفس السيطره على الامور زي الاول. الجزء الهامش اللي كان بتلاقيه اللعيبه بتعمل حاجات مع نفسها دي كانت بيعدي ممكن كتير عشان كده عايز رودريجو من او منقذ. بس ده برضو الاشاعه دي ملهاش منطق لان هو نفس الراجل قال لك انا مش مكمل. ما بالظبط. فانت هتسوح مستقبل الواد بالزبط. عشان عايز تجربه سنه. فمش الموضوع نفسه مش بيأدب بس عشان الموضوع فيه مشاعر كتير قوي بالنسبه لي فخايف. بس هو كعقليا مش بتاع. بس انا شفت دي طريقه الكلام دي قبل ما اوزيل ودي ماريا يمشي فده قلقني بالذات. دي ماريا بالظبط نفس الحوار. لا تقلق اتمنى مش ما ينفعش حد فيش حد ذكي دلوقتي يمشي من ريال وهو ساعه ذكي وابوه ومبسوط ذكي وهو مبسوط ودي اهم حاجه. اتمنى اشوف الثلاثي دول. اتمنى اشوف الثلاثي دول مع بعض نشوف كوره من كوكب اخر يعني. طيب توقعك مين افضل لاعب شاب في البطوله؟ يامال؟ لا امال بالمر. مش عارف ليه اللحظه كنت هقول فودن. الواد ده طول عمره هيفضل شاب. بس فودن جامد. هو بالمر انا حاسس بالمر حتى لو ما بدأش اساسي هياخد مركزه كلاعب اساسي. هيحصل جليتش في السكواد هيبقى دايما حله بالمر. يعني حاسس ان اي مشكله في الفريق ده هيبقى حلها بالمر ايا كان المركز. مش حتى لو دفاعيا. مش حاسس انه ممكن يبقى فيرتس او موسيالا. حاسس المانيا مميكنه اكتر على ان عمري ما شفت المانيا فيها لعيب بان. حتى اوزيل مفيش موهبه اعلى من اوزيل بس هي مميكنه لدرجه ان اوزيل حتى ما كانش باين. فاهمك. انا ممكن اميل اكتر لفيرتس او موسيالا الصراحه. ماشي مين الحصان الاسود؟ اوكرانيا. ايه جديده دي؟ شفتهم بيلعبوا؟ لا عندهم منتخب جامد قوي محدش واخد باله منه. شفتهم بيلعبوا يعني لسه الماتش اللي فاتت شفته كانوا من غير ناس كتير كويسين. ماشي طيب انا اوكرانيا كان في حد تاني بس كمل انت عبال ما افتكر. لا مش انا توقعت دنمارك. في حد لقيت تشكيلته مبهره كده. كان مين؟ لا اوكرانيا. احنا قلنا اوكرانيا. ايوه لا انا بكلم نفسي دلوقتي كانت اوكرانيا. هي اوكرانيا. لان كان في دوبفيك والوينج اليمين بتاعه تسيفيس كيس ده. وعندهم كولوزوفسكي سويدي. عندهم كان مين تاني؟ عندهم لونين. عندهم سنتر باك جامد. كان في كام لعيب في اماكن عشوائيه كده. ايه ده انتوا اوكرانيين كده. فهي لا هي اوكرانيا. ماشي. اوكرايني هداف البطوله. لا اوكرانيا يبقى دوفيك. يعني لو اوكرانيا عملت اللي انا قلته هيبقى دوفيك فعلا. لو وصلوا بعيد دوفيك ده ما كانت اهداف بنت كلب. ماشي. او فولكروج. حلو فولكروج برضو ما كانت. بعدين فولكروج ستايل المهاجم بتاع البطولات الوديه ميلان باروش والشغل الدولابي ده فاهم. فولكروج او مبابي. كنت اسوي لك مبابي. مبابي ابن الكلب يعني.
انت اسعد انسان في العالم دلوقتي. يعني بتبدا تسينك ان لما اشوف يعني صفقه بيلينجهام كنت متحمس نفس الحماس بالظبط. بس لما شفته في بري سيزون الحماس ده اتضرب في اول لما جاب جون فيكو الجون التشيب اللي جابه ده حماس ضرب في 100. اخر حاجه عايز اقولها عشان دي هتبقى تحضيرا بقى للسنه الجايه. حبي لمبابي شبه حبي لكريستيانو رونالدو، بس انا وهو كومن في ان احنا عايزين بنحب نفس الحاجه. بس انا ما بحبش مبابي كمبابي، وهو عمري ما حبيت كريستيانو بس كان مقترن معايا ان هو بيلعب في البرتغال واكبر نجم وبيلعب في ريال مدريد وجاب اكبر انجازاتنا فلازم احبه، بس ماشي. انا مش بحبه، فاهم حاجه؟ دي علاقتي بمبابي. فاهم ماشي، بس بعد اللي احنا بعد اللي حكيناه على مبابي دلوقتي ده مش شايف ان ممكن يكون تحبه كشخص؟ مش هعرف ياخد مكانة فيني ولا فالفيردي ولا لا مستحيل. بيلينجهام مستحيل. ولا مستحيل. ناتشو حتى، فاهم؟ مستحيل. لا أيوة انت بتتكلم على لويال سيرفنتس. انت متخيل ان جيل كريستيانو ده كريستيانو ما كانش في التوب 7 افضل لعيبه بحبهم في مدريد؟ امال مين كان؟ اسكو، مودريتش، سيرجيو راموس، بنزيما اسمه على اسمه بنزيما، مارسيلو، اسمه ايه، كيلور نافاس، كل دول كنت بحبهم اكتر منه، كل وكارفا طبعا، بس كل دول كنت بحبهم اكتر قبله، وناتشو يعني. فانا بقول لك نجم الفرقه بيبقى حبي ليه ان احنا الاثنين متفقين على هذا الكيان، مش شيء اخر، فاهم؟ فدي كانت تنويه بقى عشان من نقطه البدايه، عشان انا طول عمري الناس بتتهمني ان انا بنحاز لكريستيانو اللي انا اصلا ما بحبوش. فاهم الفكره؟ ماشي. اظن كده احنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا لكل الناس اللي تابعونا. لما ناخد اجازه بقى براحتنا احنا ما تشقلب يعني في الاغلب هنريح الجمعه الجايه، بس ممكن نرجع بحلقه في وسط الاسبوع، وبعدين الجمعه اللي بعدها هنرجع عادي جدا. الناس اللي وصلت لحد هنا لسه ما عملتش سبسكرايب، تاني اعمل سبسكرايب، لايك، شير، كومنت. الناس اللي بتسمعنا تدينا تقييم 5 نجوم على منصات البودكاست، ولا مش عاملين لنا سبسكرايب على يوتيوب تعمل لنا سبسكرايب، واعملوا لنا فولو على منصات السوشيال ميديا وعلى تويتر بس يعني، او لا اكشلي على انستغرام كمان. كل اللينكس هتلاقيها. بلاش تويتر بلاش تويتر، خليها انستغرام. انا لحد دلوقتي بس في واحد بصراحه بينتراكت معايا، راجل محترم قوي يعني، بس انا لحد دلوقتي عامل 3 بلوكات لناس جايين لي من هنا. بس ليه وز في واحد قال لي انت صهيوني، دخلت شخرت له طبعا. قام عامل اكاونت تاني، دخل قلت له هو انت يا ابني مهزأ عايز تتشتم من كذا اكاونت يعني، فاهم؟ بصراحه الناس اللي بتخش عندي تتعامل معايا دي ناس زي الفل وجميله. لا انا عشان مشجع مدريد، هو كان مشجع برشلونه، وبيكود تويت كأنه مثلا بيتكلم على المجهول، بيقول ايوه انا طول عمري عندي نظره وقلنا مشجعين لما دي دول صاينه. دخل شخر له طبعا، صاينه مين يلا ويعني يعمل اكاونت تاني ويخش يشتمني او انستغرام لو عايزين يعني. هو انا حسن ابي انت عاوز تعملوا لي ما كده هدي عصبك اصلا ان الناس بتحسسني ان انا شيء واحنا اول عن اخر يعني عارفيننا 3-4 ناس محترمه وجميله وكده. انت راجل مشهور الناس تعرفك في الشارع بقى، ما انا بشتمهم انا اسف تاني، بس ممكن احكي للجمهور القصه دي عشان الله. كنت امبارح راكب العجله وماشي هنا في الرحاب، فانا انا يعني الناس اللي عندي على انستجرام عارفين انا قد ايه بكره المشاكل المروريه، الناس تركن غلط، ناس تمشي عكسي كده. في واحد كان بياخد يوترن عكسي، فقمت اعمل له حركه بصباعي يعني خلاص، فقام منزل الشباك قال لي كده برضه يا وزه ده انا ما فوتلكش فيديو. فقلت له طب اسامحك عشان امبابي، وقام سايبه وماشي. فانا بعتذر لك اهو قدام كل الناس، لو سمحتوا يا جماعه ما حدش لو شافني صدفه في الشارع يعمل غلط عشان هشتمه وشكرا. يلا باي باي، سلام عليكم.